الطرشوبة هيقولها في دقيقة، وهي دي الحقيقة. هذه سلسلة طيبة مباركة، وهذه هي الحلقة الأولى من هذه السلسلة الطيبة المباركة. تابعوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. الطرشوبة هيقولها في دقيقة، وهي دي الحقيقة. هبعت رسائل في كل حلقة اليوم، وهذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة الطيبة المباركة التي أسأل الله أن ينفع بها البلاد والعباد. الطرشوبة هيقولها في دقيقة، وهي دي الحقيقة. دي عنوان السلسلة. رسالة النهاردة إيه؟ أعجب غاية العجب من الشباب والرجال الذين يجلسون بالساعات أمام الشاشات وأمام المباريات، ولا يصلون ركعتي الفجر في الظلمات التي لا تأخذ منهم دقائق معدودات. ساعة ماتش الكورة الوجوه مسرورة، إنما هو يصحى للفجار عشان مباراة كورة، يسهر عشان مباراة كورة. يا راجل اتق الله، انسى هدف إمام عاشور ولبي نداء الملك الغفور. شغل نفسك بالشناوي وزيزو، وممكن قبرك يكون اقترب على تجهيزه. تسهر الساعات الطوال بالليل للفجاري لحد حتى 8 الصبح علشان جول، ونسيت أنك ستستقف بين يدي الجليل وعن عمرك مسؤول. ستسأل عن عمرك هذا. تعشق الفانيلا الحمراء والفانيلا البيضاء، ونسيت كفنك الأبيض يوم اللقاء. أنا مش جاي النهاردة حرم عليك الكورة، ولا أقول لك المشاهدة حرام، ولا أقول لك الفرجة حرام. إحنا بندعم المنتخب المصري، ونسأل الله له التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يكون التوفيق حليفه. لكن جاي أبعت لك رسالة من الآخر وأقول لك اوعى يكون المونديال عندك أهم من ذي الجلال، اوعى يكون محمد صلاح أهم عندك من فرض الملك الفتاح. خلصت.